ملحد مغربي تعاطى للمنشطات، أشياء لا تعرفها عن بيب غوارديولا. يعد بيب غوارديولا أحد أبرز المدربين في العالم في التاريخ الحديث، إذ أنه حقق شتى أنواع النجاحات مع الأندية التي دربها. لكن المدرب الكتالوني يملك جانبا خفيا في شخصيته لا يعرفه الكثيرون، فلنتعرف عليها معا. ملحد بيب غوارديولا لا يؤمن بالأديان ويرفض الحديث عن وجود الإله. مؤلف غوارديولا بدأ الكتابة منذ أن كان لاعبا لكرة القدم، ونشر أول كتاب له بعنوان أهلي كرتي في 2001، كما لديه كتاب لسيرته الذاتية من تأليفه. تعاطى للمنشطات. سقط بيب في فخ المنشطات أثناء تواجده في إيطاليا عندما كان لاعبا لنادي بريشيا الإيطالي، ليتم إيقافه لمدة 4 أشهر. لقب المغربي. حينما كان لاعبا في المكسيك تم تلقيبه بلقب المغربي، وذلك لتشابهه الكبير مع المغاربة وبشكل عام مع العالم العربي، وهذا اللقب لم يضايق غوارديولا بل تقبلها بصدر رحب. أفضل لاعب دربه ليس من برشلونة. عندما اختار أفضل لاعب دربه في مسيرته، اعتبر غوارديولا أسطورة بايرن ميونخ فيليب لام أفضل وأذكى لاعب دربه. دعمه المتواصل للاستقلال. غوارديولا داعم كبير لاستقلال كاتالونيا، ولديه تاريخ كبير مع المعارضة. روتين شخص مهووس. يملك غوارديولا روتينا لا يصدق قبل المباريات، إذ أنه يرفض أكل أو شرب أي شيء يوم اللقاء. غوارديولا اعترف أنه يعاني من أجل النوم في ليلة المباريات.